جولة الكبار والإصابات. الليفر بيكسب وأرسنال وسيتي بيلحقوه طول الطريق. بارسا بيأمن الصدارة قبل التوقف الدوري، والريال بيسابق الزمن عشان يلحق برشلونة. عمر مرموش وجمال عمر مرموش ومكسر الدنيا فخر العرب في الدوري الألماني. تفاصيل كتير ومهمة هنتكلم فيها في الجولة دي، فكوباية قهوتك الجميلة ويلا بينا نسهر مع بعض سهرة كروية. وظن كفاية رغي لحد كده، ويلا بينا نخش في المعمعة. مشجعين الكرة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من هندسة التحليل. وكالعادة هنبدأ السبت الممتاز بتاعنا من إنجلترا ومباراة ليفربول مع كريستال بالاس اللي انتهت بفوز الريدز 1-0 بهدف حلو قوي لجوتا بعد عرضية ممتازة من كاجو. المباراة اللي كانت سهلة قوي على الريدز في شوطها الأول، وعرف يعمل سيطرة واستحواذ وإهدار فرص بالجملة. بس في شوية نقط كده عايز أتكلم فيها. أولها ان الهولنديين وابرزهم جرافنبرخ عاملين اداء ممتاز جدا من ساعه ما سلوت وصل الفريق. وانا كنت قلت في اول الموسم ان الهولنديين دول هيعملوا مع بعض تناغم وهيعرفوا يخلوا سلوت ينتغم ازاي يعني ايه ينتغم دي يا اسطى؟ ينسجم ايه ينتغم دي؟ لا اله الا الله. ماشي. وانا قلت لكم ان الهولنديين هيخلوا سلوت ينسجم مع الفرقه بسرعه، بس الملحوظ قوي ان جرافنبرخ يا جماعه عامل اداء هجومي ودفاعي على اعلى مستوى من ساعه ما اداله الفرصه وخلاه يلعب اساسي. بتلاقيه في الدفاع وبتلاقيه في الهجوم وفي بنى اللعب. ده غير ان كاجبو اصلا من اول اليورو وهو عامل فورمه كويسه، وعندك ماك اليستر في نص الملعب عامل فورمه مرعبه السنه دي، وبيعتمد عليه قوي سلوت في بنى اللعب وفي الدفاع بالذات في قطع الكره السكند بول بعد ما بيعمل ضغط عالي والفريق المنافس بيطلع بكره طويله. وخروج ماك اليستر ما بين الشوطين ونزول سوبوسلاي غير شويه من نسق الفريق في بنى اللعب، وده اثر عليهم جامد. فتحس ان ليفربول الشوط الثاني اختلف تماما، وكريستال بالاس ابتدى يمسك عليهم كور ويضيع هجمات. لولا الرعونه الشديده بتاعه المهاجمين بتاعه كريستال بالاس كان ممكن يتعادل ويكسب كمان. ده غير طبعا اصابه اليسون القويه اللي اثرت على الفريق، وطلعت التصريحات بعد الماتش ان اليسون ممكن يقعد شهر او شهر ونص غايب بسبب الاصابه دي. ده غير ان سلوت خرج صلاح بدري قوي ونزل دياز مكانه ناحيه اليمين، وبعد كده راح جايبه شمال لما لقاه مش شغال خالص ناحيه اليمين، وده غير نسق الفريق وخلى في الاخر كريستال بالاس هو اللي معاه الكوره وهو اللي بيعمل هجمات. الا ان فريق ليفربول قدر بالخبره والمهارات اللي عنده ان هو يفضل محافظ على المكسب ويطلع بالثلاث نقاط. بس عموما سلوت قادر يوقف الفريق على رجليه ولسه قادر يحافظ على صداره الدوري، وهنشوف سلوت مع سنه اولى دوري انجليزي هيوصل لغايه فين في النهايه. ونروح بقى لمباراه السيتي وفولهام اللي انتهت بفوز السيتي 3-2 في مباراه اختفى السيتي في شوطها الاول لمده 30 دقيقه مش موجودين، وفولهام عمل عليهم هجمتين ثلاثه خطيرين جدا واحرزوا الهدف الاول. وتراوري حرام عليك ضيعت انفرادين مش ممكن ما يضيعوش، كانوا خلصوا الماتش وقلبوا الدنيا تماما. بس في الاخر جونين لكوفازيتش من كور طويله وقويه من بره المنطقه، وواحده لدوكو قريبه شويه بس برضه قويه جدا بيأمن بيها المكسب. بس انا بالنسبه لي السيتي الصراحه يعني الحظ لعب معاه الماتش ده. واضح جدا المشاكل الدفاعيه في الارتدادات ساعه ما الكره بتتقطع من السيتي وهو بيعمل ضغط عالي. غياب رودري مأثر كتير جدا ومخليهم بيتعمل عليهم هجمات بسهوله جدا. ده غير ان هم بيتبني عليهم لعب بكور سريعه وبيتم اختراقهم، ودي حاجه مش متعودين عليها في فرق بيب جوارديولا. صحيح السيتي عنده شويه مشاكل هجوميه في غياب دي بروين، بس كده فريق السيتي قوي جدا هجوميا على المستوى الفردي، وده بان قوي الماتش ده وقدروا يحسموا له الثلاث نقاط. بس فولهام ضيع الفوز من ايده، او يعني على اقصى تقدير التعادل. الشوط الاول كان ممكن يخلص بدري، بس الصراحه الجون بتاعهم لو اتشاطت عليه ثلاجه هتخش جون. اي كره قويه هو مش شايف الكور كلها بتخش. كرة دوكو صحيح كان شايفها بس دي كانت صعبه شويه، لكن كورتين كوفازيتش كان ممكن يشيل منهم واحده على الاقل. وعموما هي دي عاده الفرق الكبيره اللي بتنافس، ان هي ممكن تكسب في يوم مش يومها والفرقه تبقى اوف داي بس يقدر يحصل على الثلاث نقاط عشان يكمل. وكده زي ما قلت لكم قبل كده السيتي ما بيجيبش فورمه دلوقتي، السيتي بيمسك فورمه بعد اجازه الشتاء. نروح بقى لمباراه المتعه ومباراه ارسنال مع
ساوثهامبتون نسيت. عرضهاش بس كده. لا عرضها، لا عرضها. لا انا احلى فرقه السنه دي في الدوري، كنت احلى فرقه السنه اللي فاتت في الدوري، واللي مش عاجبه يشد في حواجبه. ولا ايه يا مش؟ قول له حاجه. ده انا خسران الدوري على نقطه. نروح بقى لمباراه المتعه ومباراه ارسنال مع ساوثهامبتون اللي انتهت بفوز الجانرز 3-1. بس شتان ما بين الفريقين والمباراتين، ارسنال ضغط واستحواذ واهدار فرص من اول دقيقه لاخر دقيقه. صحيح ساوثهامبتون هو اللي افتتح التسجيل وغفلنا في جون كده بهجمه ما حدش كان واخد باله منها، الا ان التعديل والرد السريع جه من كاي هافرتس على طول، والتقدم ما تاخرش من مارتينيلي، وبعدها جول من بوكايو ساكا، ماركة بوكايو ساكا عشان يامن الثلاث نقاط. بس انا بقى في حاجه لازم نقولها الصراحه، المنظومه الدفاعيه عند ارسنال هي اقوى منظومه دفاعيه موجوده دلوقتي. جوز السرد باكين بتوعك عاملين اداء فوق الروعه، جابرييل وصليبا الصراحه امان دفاعي وهجومي في الكورات الثابته مش ممكن. والمباراه فيها عوده مارتينيلي للتسجيل، من زمان قوي ما شفناكش بتحط جوان، وحط جول في رامز ديل كده اللي قلب قدامنا بوفون. مش عارف ليه انا حظي في الفرق اللي اي فريق اشجعه اي لعيب يمشي منه لازم الماتش اللي بعديها يبقى قدامنا فتاك. انا زملكاوي والموضوع ده معلم عليها كتير قوي. وعندك كمان ستيرلينج ابتدى يشتغل شويه، واهو ابتدى يشم نفسه ويبتدي يتاقلم مع الفريق، بس لسه قدامه شويه عقبال ما يخش في المنظومه بتاعه ارتيتا. صحيح ارتيتا حافظه كويس من ايام السيتي، بس هياخد وقت عقبال ما يتمرس على الطريقه الجديده واللعيبه الجديده اللي بيلعب جنبها. بس اوفرول كره ارسنال ممتعه جدا، يعني ساوثهامبتون كان مقفل، بتلاقي تكسير خطوط وخلخله دفاعات، وبيعرف يفتح فراغات ويعمل تحركات للعيبه عشان يفتحوا الفراغات ويشدوا اللعيبه ويتحركوا. لا بصراحه كره ارسنال مع ارتيتا ممتعه جدا، فيها ريحه كده كره ارسن فينجر، وفكرتنا بالايام الجميله والدوري الذهبي اللي احنا خدناه، وده اخر دوري. وعموما غياب اوديجارد طبعا باين، يعني باين قوي مشكله اوديجارد جنب ساكا، لسه مش لاقي حد يعرف ياخد معاه الوانتوهات السريعه اللي كان بيعملها مع اوديجارد، وده مؤثر كتير. بس ارتيتا قادر لسه يمشي في الدوري بطريقه كويسه ويوقف الفرقه على رجليها وياخد الثلاث نقاط، وهو ده المطلوب. واتمنى نعملها السنه دي بقى، يعني واحده كده، واحده في النص كده، ويرجع بيب ياخد بالاربعه والخمسه. بس يعني مش كده والله. اما لو رحنا لمباريات الحد، وهنبداها بمباراه مانشستر يونايتد واستون فيلا اللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0، بتعادل مخيب قوي للفريقين. ومانشستر بصراحه مالوش اي هويه مع تنهاج بقاله تقريبا 3 سنين. الفريق ملوش هويه، يعني انت عايز تعمل ايه؟ عايز تبقى فريق بيستحوذ ويضغط، ولا انت عايز فريق بيلعب على اللعب المباشر والهجمات المرتده؟ انت مين يا عم الحاج؟ انت مين؟ عايز تعمل ايه؟ افكارك بقالك 3 سنين مش عايز تطبقها، جبت لعيبه وبرضه مش عارف تطبقها. انا مش عارف صابرين عليك ليه كل ده الصراحه. في تحسن الكام ماتش اللي فاتوا لاداء الفريق، ومن في تحسن السنه دي في اداء مانشستر عموما عن السنه اللي فاتت. بس هل يا ترى التحسن ده بسبب تنهاج ولا بسبب فان نيستلروي، اللي الاشاعات طالعه كتير قوي ان تنهاج هيمشوه ونيستلروي هيمسك مدرب مؤقت لمده قصيره لغايه ما يشوفوا هيجيبوا مدرب مين؟ واضح قوي ان البصمه اللي حصلت دي هي بس بصمه فان نيستلروي مش بصمه تنهاج خالص. اما اوناي امري اللي عامل اداء كويس من السنه اللي فاتت وبيكمله السنه دي باداء قوي جدا، عمل احترام كتير قوي لمانشستر يونايتد الشوط الاول، والشوط الثاني ما عرفش يترجم التفوق اللي كان عنده، وبعد كده مانشستر برضو مسك شويه كوره. عموما هو ده رايي في اوناي امري، هو فريق بيمسك فرق متوسطه ما يعرفش ينافس، ما يعرفش يبقى بيلعب على القاب والكلام ده اللي انا قلته فيه من السنه اللي فاتت وفي اول السيزون ده، وده باين قوي في كل ماتشاته مع الفرق الكبيره، بيكش وما بيعرفش يعمل حاجه، وبتبقى ساعات زي النهارده كده الفرقه اللي قدامه اصلا منتهيه، فهو اللي اداهم الفرصه ان هم يتعادلوا، يعني هو اللي خسر النقطتين ومانشستر كسب نقطه. والسيزون ده فيه كميه اصابات مش طبيعيه، فاصابه كونسا بدري قوي في اول 10 دقائق من الماتش، وماجواير حصله قبل الماتش ما يخلص. انا مش عارف السيزون ده فيه ايه، كل ماتش في اي بطوله في اصابه للعيب، وكلها يا اما اصابات خطيره يا اما اصابات صليبي. واخر حاجه ممكن اقولها عن الفرقتين دول، ان مانشستر هيفضل من انهيار لانهيار لغايه ما غيروا تنهاج. المشكله في تنهاج نفسه مش في اللعيبه ولا في الاداره، المشكله عنده هو. اما اوناي امري فهو هيفضل فريق كلح وبيعمل اداءات كويسه في معظم الماتشات،
وهيفضل يحاول يحافظ على نفسه في التوب فور. ولو انت مكمل معايا لحد هنا فما تنساش بقى تظبطنا بلايك واشتراك في القناه، وتديني رايك في الكومنتات، ايه رايك في التحليل وايه رايك في الحلقات، ونفسك نعمل ايه زياده عن كده. اما لو رحنا لتاني مباريات يوم الاحد، وكانت مباراه تشيلسي مع نوتنجهام فورست اللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، وكان التعادل مخيب للامال لجماهير تشيلسي. فافتتح التهديف للضيوف عن طريق وود اللي حط هدف جميل جدا لنوتنجهام فورست، بس بعدها مدويكي بيقدر يحط التعادل لفريق تشيلسي، وزي ما قلنا هو تعادل مخيب للامال لجماهير تشيلسي. بس يا جماعه ماريسكا مدرب مميز وموقف الفرقه على رجليها، واحنا قلنا من اول الموسم انه هيمشي على سطر ويسيب سطر لانه محتاج وقت ومحتاج يبني فرقته، بس واضح ان افكاره قويه وان هو عارف يحط الفرقه في التوب فور لغايه دلوقتي. صحيح نونو سانتو عامل فريق دفاعيا قوي جدا وعرف يقفل الماتش ويمسك نص الملعب ويخطف التعادل من فريق تشيلسي، الا ان المباراه كانت سجال ما بين الفريقين وكان ممكن اي فريق هو اللي يكسب، لان زي ما قلنا تشيلسي لسه محتاج وقت عشان يقف على رجله. فهتلاقي في ماتشات بيبقى فيها فريق فتاك، وفي ماتشات تانية بيبقى مش حلو زي النهارده كده ومعرفش يأمن لنفسه ال3 نقط. بس عموما ماريسكا عامل اداء قوي جدا، وهنشوف سنه اولى دوري انجليزي مع ماريسكا هيوصل بالفريق لحد فين وهو دلوقتي في التوب فور، وهنشوف هيفنش في المركز الكام في اخر السيزون. اما ختام مباريات الحد فكانت مباراه توتنهام مع برايتون اللي انتهت بفوز برايتون 3-2 بعد ريمونتادا في الشوط الثاني. فبيفتتح التهديف لتوتنهام جونسون بجون بعد عمل جماعي رائع جدا، وبعدها هدف رائع لماديسون، عشان يجي الرد السريع من برايتون في اول الشوط الثاني بهدف رائع جدا ليعقوبو وهدف مميز جدا لجورجينيو، وبعد كده بيأمن الفوز أمادة تراوري بالهدف الثالث وبيحرز 3 نقاط غاليين جدا لفريق برايتون. وكانت مباراة فيها ندية كبيرة جدا بين الفراخ والنوارس، وكانت مواجهة التلميذ والأستاذ. ففابيو هولزر تلميذ أنخي بوستيكوجلو، وتفوق النهاردة التلميذ على الأستاذ. فتوتنهام مع بوستيكوجلو عمل شوط أول رائع جدا وأداء تكتيكي على أعلى مستوى، وجونسون يا جماعة جايب فورمة مرعبة. إيه الواد ده؟ الواد عامل فورمة مش ممكن. وبرايتون حاول يبقى ند لتوتنهام في الشوط الاول، الا انه فشل ان هو يامن دفاعاته ولبس اول جونين في الماتش، وزي ما بيقولوا كده ساب توتنهام يجيب اخره في الشوط الاول عشان في الشوط الثاني يحصل التحول والتلميذ يقرا كل نقاط الضعف اللي شافها في الشوط الاول ويعمل ريمونتادا ولا احلى، ويبقى فيه اهداف ضائعه بالجمله ويخلص الماتش 3-2 لصالح برايتون. وداني ويلبك استغل المساحات الكبيره قوي اللي في ظهر الدفاع بتاع توتنهام ودفاعه المتقدم ده، غير ان حصل انهيار بدني شديد قوي لتوتنهام الشوط الثاني، ومش عارف بوستيكوجلو هيقدر يحل المشاكل دي ازاي على مدار الموسم. وده ترتيب الجدول بعد الجوله السابعه وداخلين على التوقف الدولي، بس لسه بدري قوي على المنافسه الثلاثيه ما بين ارسنال وليفربول ومان سيتي اللي هتستمر لاخر نفس في الدوري. ونسيب بقى الدوري الانجليزي خالص ويلا بينا على الدوري الاسباني اللي المنافسه فيه ثلاثيه برضه ومشتعله جدا على القمه. بس الاهم انك تتاكد انك عامل لايك، عامل اشتراك، سيب كومنت، يعني كده ظبطنا. الحاجات دي بتساعد في انتشار القناه، وما تنساش تعمل شير للحلقه لكل اصحابك. ونبدا بمباراه الريال مع فيا ريال اللي انتهت بفوز المرينجي 2-0 بهدفين ولا احلى من الاجوان اللي بحبها قوي على المستوى الشخصي، الكور القويه اللي من بعيد على حدود المنطقه او من بعيد شويه. فالفيردي بيحط الهدف الاول قنبله من بعيد جدا، وبعديها فينيسيوس بكره اقرب شويه بس قاتله وفي حته سم عشان ينهي وياخد ال3 نقاط فريق الميرينج. بس تعالى لي بقى يا عم انشيلوتي، وسط ملعبك عطلان عطلان. ويا جماعه بلينجهام مش وحش، بلينجهام متوظف في دور جديد مش عارف يلعبه، ومبابي مش وحش، مبابي متوظف في دور جديد مش عارف يلعبه، بس مبابي يعني لازم يبتدي يتأقلم مع الفريق. بيلينجهام بيحاول لانه موجود مع الفريق من السنه اللي فاتت، لكن مبابي الضغوط عليه شديده لانه اول موسم ولسه المكنه مش شغاله ومش عارف يجيب اهداف. بس لازم تبطل الفرديه يا مبابي شويه. انت كل الكور اللي بتجيلك بيبقى عندك الاوبشن انك تباصي او تلعب ثرو، بتختار انك يا ترقص يا تشوت والكوره بتتقطع. وجده انشيلوتي توليفه نص الملعب مش شغاله، حاول تلاقي لها حل، حاول تغيرها، لان بعد كروس ما مشي انت مش لاقي حد يعمل لك الدور اللي هو كان بيعمله لك. وكامافينجا يعني ابتدى، فالفيردي برضو ممكن شويه بس ما حدش هيعوضه.
والنهارده لما كان في المدرجات والجماهير يا عيني كل الجماهير حاسه بنفس احساسنا هنا بالظبط، اللي هو يا عم انزل العب والنبي انزل العب حتى شوط. ده ايه ده؟ طبعا لازم نتكلم عن اصابه كارفاخال واصابه فينيسيوس، الحاجه اللي بوظت فرحه الثلاث نقط. بس فينيسيوس اصابه في كتفه، يعني ان شاء الله ان شاء الله نامل ان هي تبقى حاجه بسيطه، لكن كارفاخال شكل الاصابه يا جماعه صعبه قوي، رجله لفت عكس وركبته التانية عكس اتجاهها. ربنا يستر وما يبقاش حاجه قويه، يعني انا حاسس انها صليبي بنسبه كبيره صليبي، بس يعني اتمنى ان هي تبقى حاجه اخف. كارفاخال كان جايب فورمه عاليه جدا سواء مع منتخب اسبانيا او مع ريال مدريد من السنه اللي فاتت والسنه دي. الصدفه بقى يا معلم ايه؟ ان جيرمي بينو ده اللي اصاب كارفاخال لسه من اسبوعين جايب صليبي لتير شتيجن، فبصراحه حرام. وهو من اللعيبه اللي اتكلمت في موضوع ان ضغط الماتشات والبطولات اللي بتزيد بتأثر علينا وبتخلينا يجيلنا إصابات، وهو واحد من اللي اتصاب. فنتمنى لهم الشفاء العاجل، لان الصراحه الريال مش ناقص اصابات، ومش عارف الانشيلوتي هيكمل الموسم ازاي، او على الاقل حتى لغايه انتقالات يناير لغايه ما يعمل تدعيمات تاني. بيتهيألي لازم بس يوقف الفرقه على رجليها ويفضل يحافظ على مكانه في المنافسه، وان هو ورا برشلونه وضاغط عليه ماتش بماتش. واتمنى ان المدريديستا يقفوا على رجليهم كده والدنيا تمشي ونحقق الدوري ونحقق الشامبيونز يعني كده. اما لو رحنا للغريم برشلونه فبيقسو على الافيس بعد هاتريك لليفاندوفسكي اللي بيأمن الفوز لبرشلونه من الشوط الاول. بس برشلونه مع فليك مختلف تماما عن برشلونه اللي بنشوفه بقالنا كذا سنه. رافينيا عامل فورمه مرعبه، ليفاندوفسكي بيعود للتهديف وبيرجع لفورمته اللي احنا عارفينها. والصراحه الفريق واقف على رجله رغم الاصابات، رغم المشاكل الماديه، رغم كل حاجه ممكن تشوفها في فريق برشلونه، الا ان فليك زي ما بيقولوا كده الشطره بتغزل برجل حمار، وعامل فريق مميز جدا وبينافس وعلى قمه الدوري لغايه دلوقتي. والنهارده اصابه جديده لفران توريس، والله اعلم يا جماعه السيزون ده عقبال ما يخلص اللعيبه هتكون خلصت. مش بقول لكم في كل ماتش في لعيب بيتصاب؟ لازم يلاقوا حل لكثره الماتشات اللي بقت على اللعيبه دي، ويشوفوا يا اما يطولوا وقت السيزون ويدوا توقفات اكتر، لازم يلاقوا حل للموضوع ده، يا اما يبتدوا يلغوا البطولات. وعموما برشلونه بيأمن فارق الثلاث نقاط عن ريال مدريد، وبيأمن لنفسه مركز الصداره قبل التوقف الدولي. وهنشوف فليك هيستغل التوقف الدولي ده ازاي وهيعمل ايه في اخر السيزون. وده ترتيب الجدول بعد الجوله التاسعه، وهنشوف برشلونه هيقدر يصمد على الصداره لحد امتى، وانشيلوتي هيفضل يجري وراه لاخر السيزون ولا يعرف يتفوق عليه. وقبل الختام ما ينفعش ما اتكلمش عن ابن مصر عمر مرموش اللي عامل اداء رائع في الدوري الالماني. النهارده كان بيلاعب بايرن ميونشن وحط جونين وعمل اسيست رائع جدا يا جماعه، ماسك فورمه مرعبه بقاله فتره من اخر السيزون اللي فات، وما شاء الله ربنا يحميك من الاصابات يا ابني، ونتمنى ان انت تكمل على الاداء ده ونشوفك في فرق اكبر قدام. وبكده انا خلصت كلامي، بس كلامنا سوا لسه ما خلصش. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، وسيب لي رايك فيها في الكومنتات، واعمل شير الحلقه في كل مكان لان ده فعلا بيساعدنا على انتشار المحتوى. كنت معاكم محمد الجوهري وهندسه التحليل، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.